أنا عبد الرحمن حسنين، مهندس اتصالات ومتخصص ذكاء اصطناعي وأمن سيبراني. هنا وعي رقمي عملي يحمي شغلك وحساباتك بمصادر رسمية. كل حلقة خطوة تتنفذ في 10 دقايق. يلا نبدأ. أهلا بيكم. كلنا عايشين حياتنا أونلاين، صح؟ شغلنا، صحابنا، فلوسنا، كل حاجة تقريبا. بس هل عمرنا وقفنا لحظة وسألنا نفسنا إيه المخاطر اللي ممكن تكون مستخبية ورا الشاشات دي؟ يا ترى إحنا فعلا في أمان؟ طيب، عشان نعرف حجم الموضوع خلونا نبدأ برقم صادم شوية. 39 ثانية. عارفين ده وقت إيه؟ ده الوقت اللي بيحصل فيه هجوم سيبراني جديد في مكان ما في العالم. متخيلين؟ يعني وإحنا بنتكلم دلوقتي كم هجوم حصل؟ الموضوع بيحصل أسرع ما نتخيل. والواحد ممكن يفكر طيب ما دي أكيد بتستهدف شركات كبيرة، بنوك وحكومات. لا، المفاجأة هنا 43% من الهجمات دي هدفها شركات صغيرة ومتوسطة. يعني المحل اللي في أول الشارع أو المشروع الصغير اللي لسه بيبدأ أو حتى حساباتنا الشخصية، كلنا بقينا هدف محتمل. بس وهنا بقى النقطة اللي بتغير كل حاجة. الرقم الأهم في كل ده هو 95%. 95% من كل الاختراقات دي سببها إيه؟ مش هاكرز عباقرة ولا تكنولوجيا معقدة، لا، سببها خطأ بشري بسيط. يعني مجرد دوس على هينك غلط أو باسورد ضعيف، حاجات بسيطة جدا. وده خبر حلو على فكرة، لأن ده معناه إن جزء كبير جدا من الحل في إيدينا إحنا. وزي ما بنقول، طالما عرفنا المشكلة فين يبقى الحل بقى أسهل. بالظبط كده. في خطوات وطرق، مش هقول سهلة، هقول بسيطة جدا، نقدر بيها نأمن حياتنا الرقمية دي بشكل كبير. وده اللي هنركز عليه في الشرح بتاعنا النهاردة. تمام، خلينا نبدأ بأول خطوة. نفهم أصلا يعني إيه أمن سيبراني. الكلمة ممكن تبان كبيرة ومعقدة، بس هي في الحقيقة أبسط بكتير مما نتخيل. عشان نفهمها هنستخدم تشبيه بسيط قوي هيوضح الفكرة كلها. تخيلوا كده إن حياتكم الرقمية دي عبارة عن محل بتاعكم. في المحل الحقيقي بنعمل إيه عشان نأمنه؟ بنركب باب حديد بقفل محترم، صح؟ أهو ده بالظبط زي الباسورد القوي بتاع حساباتنا. طيب، وبنركب كاميرات مراقبة عشان لو حد حاول يدخل نشوفه. دي بقى هي المصادقة الثنائية. جهاز الإنذار اللي بيصفر لو حصل اقتحام، ده برنامج الأنتي فيروس. وحتى الخزنة اللي بنشيل فيها الفلوس دي زي تشفير البيانات، بنخبي بيها أهم معلوماتنا. شفتوا الموضوع بسيط إزاي؟ هو ده الأمن السيبراني، مش أكتر من مجموعة الإجراءات اللي بنعملها عشان نأمن المحل الرقمي بتاعنا ده. يعني الموضوع مش محتاج متخصصين، دي مجرد أساسيات، زي ما بنقفل باب بيتنا وإحنا خارجين بالظبط. طيب، ممكن حد بيسمعنا دلوقتي يقول تمام، بس أنا شخص عادي ما عنديش أسرار دولة يعني عشان أخاف عليها. وده تفكير منطقي جدا، بس للأسف مش دقيق. عشان نعرف ليه الموضوع ده بيمس كل واحد فينا، خلونا نشوف 3 قصص حقيقية من الواقع. أول تهديد وأكتر واحد بيوجع، الفلوس. الاحتيال المالي. سنة 2023 بس في مصر أكتر من 15,000 واحد اتنصب عليهم من خلال أبليكيشنات البنوك. عارفين الطريقة كانت إيه؟ ولا حاجة معقدة. مجرد رسالة SMS بتوصل شكلها رسمي جدا، بتقول برجاء تحديث بياناتك البنكية فورا. دوسة واحدة على اللينك كانت كافية، ومتوسط المبلغ اللي كل شخص خسره كان حوالي 8,000 جنيه، مبلغ مش قليل خالص. التهديد التاني بقى يمكن ما يكونش فلوس، بس ممكن يكون أثره أسوأ بكتير. الخصوصية. فاكرين التسريب الكبير اللي حصل لفيسبوك سنة 2020؟ بيانات أكتر من 500 مليون مستخدم، يعني أرقام تليفونات، إيميلات، وحتى صور خاصة. كل ده بقى متاح على الإنترنت. والمصيبة إن الحاجات دي لما بتتسرب شبه مستحيل تتمسح، بتفضل موجودة للأبد. نيجي للتهديد الثالث، وده بيضرب في السمعة والشغل. تخيلوا السيناريو ده، موظف شاطر حسابه على لينكدين اللي هو واجهته المهنية اتسرق. الهاكر عمل ايه؟ دخل بعت رسائل يعني مش لطيفة خالص لكل الناس اللي عنده، مديرينه، زمايله، عملاء الشركة. طبعا النتيجة كانت كارثية، إحراج رهيب، تحقيق داخلي في الشركة، والشخص ده كان على وشك يخسر شغله بسبب حاجة هو أصلا ما عملهاش. طيب، كفاية كلام عن المشاكل، خلينا نتكلم في الحلول. بعد ما شفنا قد إيه الموضوع ممكن يكون خطير، جه وقت ناخد خطوة عملية. والخبر اللي يطمن إن أول وأهم خطوة دي مش محتاجة أي مجهود تقريبا، ومجانية تماما. الحل ده اسمه المصادقة الثنائية، أو بالإنجليزي Two Factor Authentication. فكرتها إيه؟ بسيطة جدا. تخيل إن الباسورد بتاعك هو مفتاح الباب. المصادقة الثنائية دي بقى هي قفل تاني، سلسلة أمان على الباب. يعني حتى لو الحرامي معاه المفتاح، الباسورد لسه محتاج يعدي من القفل التاني ده. القفل ده غالبا بيكون كود بيوصل على الموبايل في كل مرة بنحاول ندخل فيها. والأحلى إن تفعيلها أسهل ما يكون. يعني على حساب جوجل مثلا، الموضوع كله خطوات بسيطة. بندخل على إعدادات الحساب، نختار قسم الأمان،
وبعدين نختار التحقق بخطوتين. هنمشي ورا الخطوات، ندخل رقم الموبايل، هيوصلنا كود تأكيد، ندخله وشكرا. الموضوع كله حرفيا بياخد أقل من دقيقتين. طب والدقيقتين دول بيعملوا إيه؟ بيخلوا الحساب آمن بنسبة 99.9% أكتر ضد معظم أنواع الهجمات. تخيلوا 99.9% دي نسبة حماية شبه كاملة بخطوة متكلفش أي حاجة ولا بتاخد أي وقت. تمام، المصادقة الثنائية دي خطوة أولى عظيمة، دي أساس الأمان. بس لو عايزين نبني بجد سور حماية كامل حوالين حياتنا الرقمية، هنحتاج نعرف شوية حاجات زيادة. وعشان نسهل الموضوع ده، جهزنا مرجع شامل يجمع كل اللي ممكن نحتاجه. المرجع ده هو كتاب PDF مجاني أكتر من 100 صفحة اسمه الأمن السيبراني من الصفر. الكتاب ده معمول مخصوص عشان ياخد أي حد مننا حتى لو معلوماته صفر ويوصله لمستوى يقدر فيه يحمي نفسه بشكل فعال جدا. الكتاب مش مجرد كلام نظري، لا، هو متقسم فصول عملية، بيبدأ بالأساسيات وبعدين يدخل في شرح المبادئ المهمة، والجزء الأهم بقى فيه 7 أدلة عملية بالصور خطوة بخطوة بتورينا إزاي نأمن كل حاجة، حساباتنا، موبايلاتنا، أجهزتنا. ده غير كمان إنه مليان أدوات ومصادر مجانية. كده إحنا قربنا نوصل لنهاية الشرح السريع ده، بس دي مش النهاية، دي المفروض تكون البداية. بداية رحلة كل واحد فينا عشان يسيطر على أمانه الرقمي. اللي عملناه النهاردة هو مجرد فتح الباب. خلال دقايق احنا عملنا 3 حاجات مهمة جدا. أولا فهمنا إن الأمن السيبراني ده مش حاجة معقدة، ده زي قفل الباب. ثانيا شفنا بأمثلة حقيقية ليه الموضوع ده يخصنا كلنا. وثالثا ودي الأهم، عرفنا أول خطوة عملية نقدر نعملها حالا عشان نحمي نفسنا. والخلاصة كلها في جملة واحدة: الأمن السيبراني ما بقاش رفاهية، بقى ضرورة، زي الأكل والشرب بالظبط. في الزمن اللي احنا فيه ده الجملة دي حقيقة مطلقة. ممتاز، بكده الحسابات أصبحت في أمان. بس ده يفتح سؤال تاني يمكن يكون أهم. طيب والبيانات نفسها، الصور، الملفات، الرسائل الخاصة، كل الداتا بتاعتنا اللي على الأجهزة دي بنحميها إزاي؟ ده بقى موضوع تاني خالص ومهم جدا. لو الحلقة فادتك ادعي لنا بخير وادعي لوالدي بالرحمة. اكتب سؤالك أو الموضوع اللي نفسك نغطيه تحت. المصادر والخطوات في الوصف. اشترك وفعل الجرس ونشوفك في الحلقة الجاية.